كيو. السلام عليكم اخواني واعزائي العراقيين الاصلاء، العراقيين مو العراقيين اللي باعوا عراقيتهم وباعوا وطنهم وباعوا الغيرة. لا، أنا متأكد جحافل كبيرة بالعراق، جحافل كبيرة عراقية، والغيرة باقية، والنقطة بعدها على القصة ما توقع وما توقع. اللي يريد يفسر حكي بهالاتجاه بكيفه، بهالاتجاه بكيفه، بذاك الاتجاه بكيفه، بس اني اللي تدفعني عراقيتي لا اكثر ولا اقل. اللي يدفعني هذا جيلنا، ابنائنا راح يكبرون يعرفون العراق بيا زمن راح، بزمننا مع الاسف. اي والله مع الاسف. ومع الاسف علينا كنا نشوف بقناة البغدادية برامج مكررة، احيانا كانت تطلع بالتايتل واحد يقول والله ما ادري يجوز احنا العراقيين مبيوعين وما ندري، ومرة اخرى كانت تتكرر نفس الموضوع. انا كنت اقول دول شنو؟ خابيل عقال، شنو باعونا مبيوعين وما ندري؟ ابشركم طلعنا صدق مبيوعين، 40 سنة مبيوعين، ورجال ابن ابوه اللي يقول اني رجال يرد علي شلون من باعت ووقعوا على 40 سنة على العراق ونفط العراق وشباب العراق وحضارة العراق. ايه متأكد. ليش دا اشيلكم من جيبي؟ يعني احنا هذا الشعر وين وقع؟ بهالوطن هذا عندنا ناس نسألهم ويسألونا، وعندنا أساتذة درسونا، وعندنا ناس اختصاصهم السياسة العالمية، مو الساسة مال الخيل اللي عندنا، سياس مال الخيل. عندنا ناس يقول لك تعال هذا الكتالوج سنة هالقد يمشي هيك. هسه اجانا الرئيس ترامب المنفذ لآخر صيحة بالكتالوج. نعم احنا مبيوعين، بس شي واحد يحز بقلبي، اخواننا المصريين بسنة واحدة غيروا 3 حكومات، 3. كان حسني مبارك شالوه جابوا مرسي، شالوه جابوا السيسي. تمام، كنا نقول عليهم الجدعان، طلعوا والله جدعان بقد الكلمة. لا عاد احنا شبينا؟ احنا الابطال، الزلم الزينة، شبابنا سافر هجروا وانذبح، املاكنا باقوها، خزين العراق باقوه، الاحتياطي باقوه، البنك المركزي باقوه. شو وقت تحسون؟ شو وقت تقومون يا عراقيين وتقولون كافي عاد كافي؟ واحد من يطب قدام امه ومرته، رجال، لازم رجال على ملو هدومه، من قد مثل ما يقولون المصريين رجال وملو هدومه. شنو خاطين هاي الحكومه؟ ماكو انتخابات هالسنه، ماكو انتخابات، واعلى ما بخيلهم خلي يركبوا وخلي يجيبون 7000 دولة بعد وياهم. ليش الدول اللي تريد خير للعراق وشباب العراق وامان العراق وراحة العراق نعاديها يابا، والدول اللي تسوي التفرقة وتذبح هذا وذاك نقول لهم نعم. ليش؟ من يمتى وجاي؟ من يمتى وجاي؟ انطخ راس احنا الوين ماكو واحد ما يسوى ترسذنا نخال. ليش يابا؟ ليش وزير التجارة بالسجن العراقي اللي كان ينطي 32 مادة، والعراق كان يبيع النفط ب8 دولارات، قام يبيعه ب120 و125، وهسه انتكس واحنا نبيعه فوق ال50. شو وقت تتحرك الغيرة يا عراقيين؟
ليفسر كلامي حيثما يعجب الآخرين. اللي يريد يقول هذا يسوي ثورة إيه، واللي يقول يدافع عن العراق إيه، واللي يقول هذا عنده غيرة إيه. أنا ذني عندي، وما خاف ولن أخاف ولن أسكت لو 100 مرة انقتلت. والله مو يخابرني واحد زفر، عذرا زفر ما يسوى ترس الذنخال، يقول لي وانت سبع تعال للعراق، تفو عليك يا ساقط يا كلب، ولك انت ما تهدد مكي عواد، بس اني اعتب على العشيرة اللي انت تتسمى بيها. وحتى ما اثير الفتن بين العشاير، اني اعرف من ابلغ وشلون ابلغ، ويا عشاير حتى هيك هالفوت صعلوك. أعوذ بالله منك يا لساني، ولك أنت أقل من أن تخوف دجاجة تابعة إلي يا جبان. تخوفني ليش؟ أنا وين رايح عن العراق؟ ذاك اليوم مو جيت أدور بالعراق، أني أكو مكان ما رحت له. شو وينك لعاد وأطلع لك القوة؟ أنت والقوة، وهذا حذاء طبي أغلى منك ومن القوة. أني تاج راسك عراقي، أشرف كل واحد إجا من برا. تعمل